بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير بقى الممبار. انا جايبه ممبار ضاني، نضفته وقلبته اهو. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عندنا ايه بقى؟ عندنا على الكيلو كيلو رز، لانه ده الممبار الضاني صغير بيبقى رفيع شويه، ما ياخدش رز كتير. رز وصلصه طبعا، حابه تحطي طماطم براحتك، شبت وكزبره، واللي حابه تحط بقدونس برضو براحتها. 3 بصلات كده حلوين مفرومين، وزيت. وهنا ملح وفلفل وكمون وشطه وبابريكا. ملح وفلفل وكمون وشطه وبابريكا، تقدري تحطي بهارات برضو زي ما انت عايزه. نحط بقى الزيت ونقلب كل المقادير على بعضها. هو الممبار بيحب الزيت، ما بتحطش عليه سمنه ولا حاجه، والخلطه بتاعته بتبقى ني في ني. وجبنا بقى هنا هو قمع اهو، هنحشي بالقمع اللي هو الرفيع، لكن التخين هيتحشي بالايد عادي. وهنا انا جبت برضو راس ضاني اهي، بسم الله ما شاء الله بتتسلق اهي. يا جماعة شايفين الخلطة؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة جدا. عايزة اقول لك معلومة، الممبار ما بيتسبكش ليه، يعني البصل بيبقى ني، الخضرة بتبقى نية، الطماطم بتبقى نية، ما يتحطش على النار. عايزة تاكلي ممبار جميل وحلو، اعملي ني في ني، جربي ومش هتخسري حاجة. اللي بتعمله متسبك ما بيبقاش ظريف خالص، بيبقى محشي عادي، فما بيبقاش فيه فرق خالص. يعني ايه الفرق بين الممبار والمحشي؟ لكن الممبار اللي هو على اصوله، اللي هو ضرب نار، بيتعمل له البصل ني والخضره نيه والطماطم نيه ومعلقه الصلصه وحاجات زي كده. هنروح بقى نحشي ونشوف هنعمل ايه.